مقلق. استعدادات لاضطرابات أمنية محتملة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانتخابات. رح نتحدث نحن وياكم عن هيدي الاستعدادات الأمنية، وين عم بتصير، شو المخاوف اللي هي عم تتحدث عنها السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أمتى، شو هي الفترة الزمنية، أو هل يا ترى في أيام محددة هن متخوفين منها، فترة محددة هن متخوفين منها. كل هذا الموضوع رح نتحدث عنه في هذه الحلقة المباشرة من برنامج شو في ما في معي أنا حسين هاشم من قناة شو الأخبار. هذه الحلقة تعرض بشكل مباشر. أكيد المن متابعنا يتابعنا، المتابعة مجانية، لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب، وإذا قادرين تعملوا شير للحلقة بنكون متشكرينكم. تحسبا لاضطرابات مدنية وأمنية محتملة بسبب الانتخابات التي ستجرى نهار الثلاثاء، يعني بعد يومين. نحن اليوم 3 نوفمبر، بعد يومين نهار الثلاثاء هي الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وضعت قوات الحرس الوطني في حالة تأهب كإجراء احترازي في عدة ولايات أمريكية بما فيها العاصمة واشنطن، لأنه كنا عم نشوف بالأيام والأسابيع الماضية أنه هناك عدد من صناديق الاقتراع تضررت أو دمرت بعد ما أضرمت النار فيها. عم نحكي عن اتليست بثلاث مناطق أمريكية مثل ما عم نشوف بهيدي الصورة قدامنا. هيدي أحد البكسات اللي هن بيحطوا فيها الأصوات وبدقات الاقتراع اللي كانت هي عم تدمر ببعض الولايات. حتى كنا نحن عم نشوف وزارة الأمن الداخلي الأمريكي عم بتحذر من أنه التهديدات التي تستهدف بنية الانتخابات التحتية لا تزال مرتفعة جدا، وهي عم بتحذر السلطات الأمنية في عدة ولايات بأنه ياخدوا إجراءاتهم لحماية الانتخابات، مثل ما عم نشوف بهيدا المقال بالسي ان ان. بالإضافة إلى ذلك أيضا كنا عم نشوف استطلاعات للرأي أظهرت أن عدد كبير من الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن ما قد يحدث بعد الانتخابات الرئاسية بعد نهار الثلاثاء. خلينا نفصل بعض الولايات اللي كانت عم تاخد بعض الإجراءات، ونتحدث أيضا عن بعض الإجراءات بالمناطق الثانية. كنا عم نشوف حاكم ولاية واشنطن جاي أنزلي عم يتحدث عن حرائق صناديق الاقتراع ببيان صحفي نهار الجمعة، وأعلن فيه عن وضع الحرس الوطني بولايته بحالة التأهب القصوى. وقال: لقد شهدت منطقة الجنوب الغربي من ولاية واشنطن بالفعل حالات محددة من الاضطرابات المرتبطة بالانتخابات. يعني عم بيقول بالفعل صار عنده اضطرابات مدنية بولاية واشنطن، ومن هيدي الاضطرابات هي حرق صناديق الاقتراع وتدمير بعض هيدي ورقات الاقتراع اللي كانت هي موجودة، وبالتالي عليه أن يتعامل مع هذا الموضوع. وقال إنه هو لن يكشف عن عدد القوات من الحرس الوطني التي سيتم تفعيلها نهار الثلاثاء، ولكنه قال انه ستكون متاحة لدعم تطبيق القانون من نهار الاثنين للخميس. سهن ابتداء من غدا نهار الاثنين رح يفعل الحرس الوطني، ما رح يحدد قديش العدد لهؤلاء اللي رح يكونوا جاهزين، ورح يضلوا نهار الخميس على اقل تقدير الا اذا صار شيء. طب هيدا عم نحكي نحن بولاية واشنطن. ايضا بولاية اوريغون كنا عم نشوف الحاكمة تينا كوتيك عم تعلن ببيان نهار الجمعة انه الحرس الوطني وضعته هي في حالة استعداد تام، ولأنه بالولاية كان هناك دعوة إلى عدد من الاحتجاجات أنه على ما يبدو إلى حد الآن سلمية. كما تتعاون شرطة ولاية أوريغون مع أجهزة الأمن بمدينة بورتلاند بالتعاون مع إدارة الطوارئ بولاية أوريغون. عم بيحضروا كتير لهذا الموضوع، وهلأ بعد شوي برجع لمدينة بورتلاند، لأنه ببورتلاند كنا عم نشوف بعض المؤسسات عم بيحطوا ألواح خشبية على البزنس تبعهم تحسبا لتظاهرات. أيضا إذا عم نحكي نحن عن العاصمة واشنطن، كنا عم نشوف رئيسة الشرطة أو قائدة الشرطة بالعاصمة واشنطن باميلا سميث عم بتقول أيضا أنه الاستعدادات تستكمل بالعاصمة واشنطن، حيث سيعمل أكثر من 3000 ضابط شرطة بنوبات عمل ستستمر لمدة 12 ساعة. هيدا الموضوع اللي صرحت عنه بالبيان الصحفي الذي جرى نهار الثلاثاء الماضي. فحتى بالعاصمة واشنطن إذا مذكرين نحن بيناير 2021 كان هناك أحداث اقتحام الكابيتول، وبالتالي شرطة العاصمة والكابيتول أيضا يتحضرون لأي مظاهرات. عم نحكي نحن عن 3000 عنصر على القليلة من الشرطة تبع العاصمة واشنطن رح يكونوا عم بيداوموا بشكل كبير ولساعات طويلة جدا. ايضا اذا بدنا نستكمل حديثنا، كنا عم نشوف نحن بعدد من المناطق، ومن هيدي المناطق اللي كنا عم نشوف فيها كنا عم نشوف ببورتلاند
انه هناك عدد من المؤسسات اللي كانت هي عم بتحط يعني الواح خشبيه مثل ما عم تشوفوا بهيدي الصور على البزنسز والشبابيك تبعهم تحسبا لاي مظاهرات واعمال شغب يمكن ان تحصل نتيجه يعني الانتخ... الانتخابات الرئاسيه. اعتذر. بالإضافة إلى ذلك ولضمان الأمن قام رؤساء الشرطة بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد خطط غير مسبوقة ليوم الانتخابات والأسابيع التي تليه. وهلا بحكي عن قصة الأسابيع التي تليه لأنه هيدي نقطة مهمة جدا أنه يعرفوها. إذا عم نتحدث هناك 3 جمعيات لتطبيق القانون تمثل وكالات من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، هي جمعية شرفاء المقاطعات الكبرى بأمريكا الشرف، وأيضا الجمعية الوطنية للشرفاء، ورابطة رؤساء المدن الكبرى، أعلنوا ببيان مشترك أنه السلطات هي صار لها عم تستعد لهيدي الانتخابات منذ أكثر من عام ونصف. يعني هن مش هلأ عم بلشوا يستعدوا للانتخابات وما يمكن أن يحصل بعد الانتخابات، ولكن صار لهم سنة ونص عم بيعملوا دورات تدريبية وعم بيحضروا حالهم انه لا اضطرابات محتمله يمكن ان تحصل بعد اعلان النتائج. وناشدت يعني هيدي السلطات المواطنين ان يكونوا يقظين بما يتعلق بهذا الموضوع وبأي عملية تخريب أو إخلال بالأمن. إذا عم نتحدث نحن عن الانتخابات بشكل عام، المخاوف هي مش بنهار الثلاثة. يعني المخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية هي مش من نهار الانتخابات، نهار الثلاثة الخامس من نوفمبر، ولكن هي ما بعد الخامس من نوفمبر عندما تحسم النتائج. لأنه هل يا ترى النتائج ستكون متقاربة ما بين المرشحين ولا النتائج ستكون حاسمة؟ إذا النتائج كانت حاسمة يمكن هيدا يقلل من فرص إنه يكون هناك يعني اضطرابات. يمكن أكيد يحصل اضطرابات هون وهون، بس ولكن مش بشكل كبير جدا مثل ما هن عم يتحدثوا عنه. ولكن إن لم تكن النتائج حاسمة وأخذت أيام لا بل أسابيع، يعني خلينا نشوف إذا صار معنا مثل ما صار معنا بال2000 وقت بوش الجور وراحت للكونغرس والمحاكم، ساعتها هونيك في تخوف من انه هذا الموضوع يؤجج اضطرابات ويعني خلل امني ما في الولايات المتحده الامريكيه بعده ولايات. يعني عم بيقولوا الفترة ما بعد الانتخابات إلى حين إحصاء الكونغرس لأصوات المجمع الانتخابي، إلى حين حلف اليمين الدستوري للرئيس بال20 من يناير من العام المقبل بال2025. عم بيقولوا إنه يعني السلطات الأمنية قلقون للغاية بشأن ارتفاع نظريات المؤامرة والتهديدات اللي هي عم تستهدف عواصم الولايات. يعني التهديدات بالتحديد خليني أقول لكم وين هن متخوفين أكثر شيء. هن متخوفين من عواصم الولايات، العاصمة تبع الولاية، مواقع فرز مثل ما بتعرفوا بكل مقاطعة بيفرزوا الأصوات، كمان متخوفين من مواقع فرز الأصوات، والأفراد المسؤولين عن الانتخابات وفرز الأصوات. يعني هن متخوفين على العواصم، مراكز فرز الأصوات، والأشخاص اللي هن مسؤولين عن فرز الأصوات، وبالتالي رح يكون هناك حماية مضاعفة لهؤلاء الأشخاص بهيدي الأماكن اللي هن عم بحددوها. ولكن كتير مهم نعرف وننتبه ونشوف شو عم بيصير حوالينا. اكيد يعني السلطات مجهزه حالها مثل ما شايفين الشرطه ومراكز الشرطه بامريكا كلها من دون استثناء. يعني احنا ذكرنا بعض الولايات على سبيل المثال للحصر، بدنا نعطيكم صوره هن شو عم بيعملوا. يعني مثل ما عم نشوف بنيفادا، كمان بنيفادا كانوا عم بيحركوا الحرس الوطني، يعني غير اوريغون، غير العاصمة واشنطن، غير واشنطن الولاية، حتى بنيفادا كنا عم نشوف تحريك للحرس الوطني. ويعني هذا الموضوع كمان عم نشوف هون العاصمة واشنطن تحريك للحرس الوطني وتجهيز، يعني انه ليكونوا هن على هبة الاستعداد في حال صار شيء. خليني بس نركز هون بهيدي النقطة قبل ما ننهي الحلقة تبعنا. يعني منه شيء مضمون لا سمح الله انه يصير شيء. يعني يمكن ما يصير شيء، يمكن الوضع يكون تمام والوضع لوز وكل واحد يروح على بيته ويقول له مبروك للتاني اللي ربح. ولكن نحن ما عايشين بعالم يعني ما عايشين بعالم بيرفكت مثل ما نحن بنقول يعني. فممكن يصير شيء صراحة، وبالتالي خلوا عينكم. نحن رح نخلي عيننا اذا صار شيء بنخبركم، اذا صار في اي ارشادات من الولايات والمناطق انتم موجودين فيها ابتعدوا، اذا صار في مظاهرات او اذا صار في شغب او خلل امني ما تقربوش صوبه، ضلوكم بعدين عنه. اكيد اتبعوا الارشادات من السلطات المحليه. ما عم بلطش مرشح ما، ولكن عم نحكي عن التقارير يعني اللي عم تجي من السلطات الامنيه. السلطات الامنيه متخوفه انه اذا ترامب يعني سقط وما نجح بهيدي الانتخابات، انه تكرار ما حصل بعام 2021 لما المناصرين تبع ترامب اقتحموا الكابيتول الامريكي. هن متخوفين انه
انه يكون المظاهرات بعدة ولايات، مش بس بالعاصمة، يكونوا بعدة ولايات، عدة ولايات أساسية، يكون هناك تصادمات ما بين مؤيدي المرشحين وأيضا ما بين السلطات الأمنية والمتظاهرين. هيدا المتخوفين هن منه صراحة. ولكن حتى من جهة هيرس منا بريئة، يعني حتى من جهة هيرس هن يعني بدكم تشوفوا يعني هل، لأنه في عنا احتقان، في عنا انقسام كبير جدا. يعني اثنيناتهم عم بيقولوا مش رح يعني دغري نقبل نتائج الانتخابات، بدنا ننطر لحتى نشوف. وبالتالي برجع بكررها وبنهي هون، الفرق بالأصوات سوف يلعب دور كبير جدا في تحديد هل يا ترى رح يكون في اضطرابات أمنية إيه ولا لا. أنا بقول لكم إياها من هلا، إذا الفرق بسيط جدا وعم نشوف نحن 270 يعني واحد ما ربح يعني ما طلع فوق ال 300، يعني عم نشوف الفرق بالمجمع الانتخابي 272 269، هونيك صراحة أو إذا تعادلوا 269 و 269 وهذه الفرضية مطروحة 269 269 وبالتالي نحن بدنا نروح للمحاكم، لا هونيك يعني ايه اكيد يعني فرضيه انه يصير في اضطرابات ومشاكل ونظريات مؤامره وتدخل طابور خامس ممكن تصير. فهذا الموضوع ممكن يصير عندنا بالولايات المتحده الامريكيه، نحن رح نخلي عيننا عليه. نحن بس اعطيناكم التقارير الامنيه اللي عم تطلع هلا حاليا، تحضيرات بعض الولايات وشو عم بيصير، لحتى تكونوا على اطلاع وما تتفاجئوا لا سمح الله ان صار شيء، لانه هو هدفنا دائما نخليكم على اطلاع بكل شيء عم بيصير حواليكم بالولايات المتحده الامريكيه. اعطونا رايكم بما طرحنا بمربع التعليقات، اذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي اياه بمربع التعليقات. ايضا ان شاء الله نحن مستمرين بتغطيتنا للانتخابات الامريكيه، رح يكون عندنا حلقه نهار الاثنين بالليل لنتحدث عن هذا الموضوع، ونهار الثلاثاء رح نواكب النتائج للانتخابات الرئاسيه ايضا بحلقه مباشره وخاصه. فخلوا عينكم على قناه الاخبار لحتى دائما تضليكم على اطلاع على كل شيء عم بيصير بامريكا وباللغه العربيه. بنتمنى انه تعملوا مشاركه لهذا الفيديو على اوسع نطاق، تاج لاشخاص ثانيين، وايضا تابعونا على المتابعه مجانيه ما بتكلفكم شيء، لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك، وسبسكرايب على يوتيوب. كان معكم حسين هشام من قناه الاخبار، الى ان القاكم بحلقات مقبله من هذا البرنامج وبرامج اخرى. الى اللقاء وبرعايه الله.